قلت تعرفك سليم بقى اللي يعرفوك صحفي معارض من ايامات بن علي كما كنت تذكر وكما كنت تقول. يا اخي اسمك ظهر في الكتاب الاسود. اي اسمي ما ظهرش فوق كل حاجه في بقعتها. كما قلت لك انا قبيله ماهوش دور رئيس الجمهوريه، اما بون كي كتب على الناس اللي خذات فلوس. انا ما ظهرش اسمي كناس اللي خذات فلوس. لا انا اسمي ظهر في حكايه الارشيف نتاع بن علي. لكن هذا كلام هو ما يزيش، ما تعذبت العائلات من الارشيف نتاع بن علي. يعني ارشيف بن علي الشيء اللي استفيد في سليم بقا، مثلا في سليم بقا وفي محمد المزالي وفي احمد بن نور وفي برشا عباد وفي طيب الزهير. طيب الزهير هذيك حكايه فلوس قالوا كل شيء و150 خاطر تظهر كانها انا بيلو مورتر نتاع حكايه طيب الزهير، وقت يقولوا عنده علاقات مع سليم بقا وثلاثه كراهب و150 مليون من لاتيسي وما نعرف شنو، كانوا انا بيلو مورتر هذايا. لو كان واحد يقتلوا ولا على سرطان الفلوس ولا حاجات كيما هكا. بون انا ما يهمنيش في الشابيتر تاع سرطان الفلوس، انا نحكي اللي معناها اخبار زيفه وغالطه. تاخذ مثلا حكايه الموساد، هذه حكايه الموساد انا احمد بن مانيبيولي، انا في الموساد تو انا في الموساد، انا قتلت ابو جهاد، قتلت 10,000 مره، انا قتلت ابو جهاد، انا قتلت انا حمام الشط، انا الدنيا الكل باهي، انا واحمد بن نور احنا الدنيا الكل. هذايا كان يقولوا بن علي باش يوثق، على خاطر كان بن علي يحب يستهدفنا بور كو دي اكستريميست فلسطينيين يقتلونا. وقت اللي ياسر عرفات قال من الاول، عمل كومونيكي في الاجونس دو بريس نتاعهم وفاه، وقال اللي لافير نتاع احمد بن نور هذه اللي تونيزيان وماذا بينا الفلسطينيين ما دخلناش، على خاطر الراجل راهو خدم برشا القضيه الفلسطينيه. كانوا يقولوا اللي المنظمه الفلسطينيه تيروريست في امريكا وفي فرنسا. الراجل احمد بن نور هو اللي مشى قبل السيا وهو اللي قبل الدي اس تي وهو اللي قنعهم باش يوليو ياكلوا الفلسطينيين. ابو اياد يبكي نهار اللي قبلوه الفرنسيس، يبكي ويسكن في احمد بن نور. ياسر عرفات قال الراجل خدم القضيه الفلسطينيه. جاي بن علي يقول لك لا هذا هو الموساد، وانا وياه عملنا حمام الشط، وانا وياه عملنا كذا، وانا محمد بن زالي وهو كل شيء. كل المعارضين نتاعو يدور عليهم. ورجع على شويه تاريخ، الكلام اللي استفيد فيك كلام حتى امور شخصيه. تو بالله سامحني نحب نفهم. وقت اللي يقولوا لي بابا عنده صاحبته في بلاصنا، وانا مشيت نهدد فيه باش نهدد فيه ونقول له اعطيني الفلوس باش نبتز بابا الفلوس باش ما نشكيش لامي. نحب نفهم، انا امي ماتت عام 71 وانا عمري 9 سنين. كيفاش باش نجي نسرق بابا واش نعمل في الفلوس؟ هذوما اللي استفيد بن علي وخرجوا في الكتاب الاسود. وهذاك علاش ناوي ترفع قضيه؟ رفعت ولا باش نرفع؟ لانه عدنان منصر ناطق رسمي رئاسه الجمهوريه قال في حوار الوطني انه يتحدى الناس هذوما اللي قاعدين يقولوا باش نرفعوا قضيه وما قضيه. يتحدى ولا ما يتحداش؟ انا نتحداه هو عبد المنصر، نتحداه هو ونتحدى عبد الوهاب معطر ونتحدى عماد الدايمي والكوميسيون اللي عملتها، لانه الي باسيبل منصف المرزوقي 2 ans دو بريزون بالقانون ما عندوش حتى حصانه. انا سامعك عدنان منصر. لي ديبوتي عندهم حصانه، هو ما عندوش حصانه. اسمع معي عدنان منصر. الناس اللي تقلقها الحقيقة يا أخي قد يكون في أخطاء، تقدم قضايا الناس هذه، تقدم قضايا تشتكي للقضاء والقضاء ينصفها إذا كان افترى عليها أحد. احنا مستعدين نتحملوا مسؤوليتنا كرئاسة الجمهورية القانونية الكاملة تجاه كل الأطراف، والناس اللي أكثر ناس تحتج على الكتاب توا وتقول قدمت قضايا أن نتحداها، أن تثبت أنها قدمت قضايا. أتحداها أن تكون قد قدمت بالفعل قضايا، لأنه ذلك سيكون فرصة لنا لنثبت ما ورد في شأنها، ونحكي على بعض أسماء في هذا الكتاب. اي سيدي عمركم مش تقدم القضايا باش نقدم القضيه، وانا نتحداه ونقول له علاش وخر البارح في الكونفيرونس دو بريس نتاع ال11، على خاطر حتى صحافي ما حب يمشي له بخلاف الوطنيه، ولا على خاطر عرف روحه منصف المرزوقي اللي توا في مأزق حتى مع اصحابه اللي وكلوه وشربوه واستدعوه واستضافوه، هو في مأزق، هو اللي وخر. وانا نتحدى عدنان منصر وعبد الوهاب معطر وعماد الدايمي. وهاو القانون شي يقول يا سيدي. كان سمعتوا الكونستيتيسيوناليست فما 4 بوان. اول حاجه هو اللي يتحدى هذا عدنان منصر بنصف المرزوقي. فما القانون نتاع لا لوا 6 دو 1988 اللي تمنعك في البروتكسيون دي زارشيف، تمنع رئيس الجمهوريه ساعه باش يتكلم. فما الحمايه نتاع 50 سنه. فما لا في بريفي تعدات في لا لوا هذه نتاع 2004 لارتيكل 63 دو لا لوا دو 2004. قولوا يمشي يقرا القانون اللي يتحدى، على خاطر احنا باش نتحداوه. رئيس الجمهوريه المنصف المرزوقي قلت كان صاحبك، اما شنو العلاقه سليم بقا؟ هذا قال لك الرئاسه خدمت على روحها، السياسه ما تدخلتش، مصالح الرئاسه هي اللي خرجت الارشيف هذايا، الارشيف الاسود في صنادق قصر قرطاج. علاش انت تتهم راسا المنصف المرزوقي؟ على خاطر هو يحب يعمل شوفالي بلون. الارشيف يلزموا حمايه
والارشيف هو ملك الدوله وملك الشعب التونسي، ملك الشعب التونسي. اي هو شنو مشكلته معاه كذا كانوا هو؟ ما نعرفش، يقول لي مال كونسيي ولا لا واعلم شنو. وقت تجبد وقت تخرج حاجات كيما هكا تلواه. بنحب نفهم شنو هي الفائده. انا سمعتك البارح حبيت تحكي على الصحفيين المرتشين. دبر راسك، سيت اون فوت بوليتيك، تتحمل مسؤوليتك. داكوردو. اما باش تروج الاخبار الزايفه اللي احنا كنا زانين وفساد، ومحمد مزالي اللي عمل عليهم زيات وقرا له بنته معايا، فهمتني ولا لا؟ هذاك ولا تاجر تاع سلاح وراجل ميت ما ينجمش يدافع على روحه. عليه نحب نفهم شنو هي الفائده نتاعها. ما قريتوهش الشيء هذا. شو الشعب التونسي ما كانش يحدث. كنتوا كان شي دو باساج تقراوها، كنتوا تقراو كل الناس والحدث والاقنعه والماسك، ما تقراوهمش خاطر تعرفوهم اللي جرايد تافهين. نحب نفهم شنو هو الانتيري نتاع رئاسه الجمهوريه باش تنشر الارشيف هذا. يفيدك في شنو اللي انا كنت نبتز في بابا باش ما نشكيش بها لامي؟ يفيدك في شنو اللي انا زاني؟ هيا والله كصحابي هذاك مرتشي لازم يتحاسب. يمكن داكورد، يمكن مش وقته لكن يمكن. اما شنو اللي باش يفيدك؟ انا سمعت لك البارح تحكي سليم بقى، قلت انه اصل النزاع بيناتكم جاء لانكم مختلفين على مصطفى بن جعفر. شنو هو الحكايه؟ مش مختلفين. انا ماليش عنده منصف المرزوقي من توا باشا اللي كان في فرنسا، يكونسيدير هو اللي وقت مازال الثوره ما صارتش وكل شيء يحب يلامبوز سون تايمينغ للمعارضه الكل. هو كان عنده خلافات مع الناس الكل، حتى مع نجيب الشابي كل شيء. هو يفو الي بلو فيت كو تو الموند. باهي سي ديسكوتابل، يفو الي بلو فيت داكوردو، ما عنديش ما نقول على شيء. لكن الوقت اللي هو معناها يكونسيدير اللي مصطفى بن جعفر سي اون تورتو، يمشي بشويه. ايه هذا كان الريتم نتاعو. شو المشكل؟ بقينا انا عندي علاقات تربطني بمصطفى بن جعفر. ما عندكش الحق انت منصف المرزوقي لك تمول فيا، لك حتى عامل ابونمون لا بالرئاسه ولا وقت اللي كنت معارض. انا اعطيك جريتي واعطيك تريبيون ونعطيك الافتتاحيه. لك تمول فيا، لا عامل ابونمون لا اليوم لا البارح. تتصور رئاسه الجمهوريه مش عامله ابونمون اليوم في الوداس؟ كعبه ليه؟ 1500 كعبه يتباعوا في اللين نتاع كارتاج المرسى. يبعث لي ميل يقول لي ابعث لي بالبي دي اف. بعث لي ميل ابعث لي بالبي دي اف. والله عندي الميل نشونها. مش سي با ريديكول هذايا. بون باش نرجعوا لحكايه مصطفى بن جعفر، هو دوب ما روح بعد الثوره. انا روحت الخراني، بعثت له داس لتونس، خليتها تتباع في تونس وانا قعدت في فرنسا. ما جيتش حتى قلت قضايا، خاطر كنت محكوم تقريبا 92 سنه حبس ولا قداش، حتى نحيت قضايا نتاعي كل شيء. الكتب هو الاولاني دوب ما جات لتونس، كتبها يكتب على روحه. بعد خلق عملت الجرأة انا بالعربي، كل جماعه نعمل لها انترفيو لراجل سياسي تكلم هو على روحه فيها. عملت انترفيو لمصطفى بن جعفر، مازالت الانتخابات ما صارتش، حطيت التيتر راجل المرحله القادمه بوان دانتيروغاسيون على بن جعفر. على بن جعفر كله بلان كوفرتور. عمل لي تليفون 7 ولا 7 ونص تاع الصباح وانا راقد، قال لي تو ما تخيل. قلت خنته. اي فاش خنت؟ قلت له. قال لي تقول مصطفى بن جعفر راجل المرحله القادمه. قلت له شنو المشكل؟ قال لي قلت لك تو ما تخيل، وعلق علي التليفون. بعثت له SMS قلت له ton attitude de ce matin aura des conséquences sur notre amitié. ما عندكش علاش تعلق عليه تليفون، انا ما نشوفهالوش. انا نهار مره قال لي محمد عبو جاي لفرنسا، هو قال لي كيفاش ما تقوليش لي محمد عبو انتم مستدينه لفرنسا. هو مش انا اللي مستدينه، فوزي المهبولي يحب يعمل كونفيرونس دو بريس على افير بريكوراما اللي فككها له عماد الطرابلسي. قال علاش ما نجيبش محمد عبو؟ عطيته تليفونه، قال له نخلص لك التذكره وتجي باش تعمل كونفيرونس. يعمل لي تليفون ليا يقول لي سي مون نوم. قلت شنو سي مون نوم؟ يختم لك في الناس انت يا علي اخي كح. قال لي ديزولي ما عندناش واحد. بون كي انا كتبت هكاك على راجل المرحله القادمه وعلق عليا التليفون، كي جاوبته قلت له ساو غاز لي كونسيكونس وكل شيء. بعث لي ميل قال لي سي tu considères que MBJ مصطفى بن جعفر est l'homme de la situation, alors je te dis adieu à toi et à ta femme. مش مدخل ما فهم. ما سي ريديكول. الميل هذا عندي تحب نشره له وليت معناها الحكايه شنو تدبر عليها انت تعمل انترفيو لمصطفى بن جعفر ولا لا؟ بدات معناها المشاكل غاديك حبينا نصلحوا مي كون جي في لو فياسكو دو سا جيستيون بوليتيك دو لا بريزيدونس على خاطر نصحته قلت له ماهوش وقته، مش توا ما تاخذش الرئاسه توا، لا سي اون اوبسيسيون عنده رئاسه. ما عمل حتى شيء للمعارضه. في الكتاب الاسود هنا وقت اللي هو تكلم 12 صفحه على روحه وتاريخه ويمجد في نفسه وهو اللي كتب وهو اللي عمل. شنو اللي عمل؟ ما عمل حتى شيء، عملنا له. شو عملتوا؟ شيء ما عمل. إلى بارتيسيبي في الكتاب الأولاني نتاع 96 سيلانس تونيزيان نتاع ليس غالون في كندا. ما قتلش حتى كلمة لخبير الشماوي ولا حمد المناعي ولا منذر الصفر ولا حاجات كيما هكا. كتب مقالات، كتب شنو اللي كتب اللي كتب على العرب، ما كتبش كتب على تونس.
ما كتبش، كتب على العرب وعلى اوروبا والاحداث والتيران والديكتاتور. اما شنو اللي عمل؟ كتب مقالات قدمناها ليبراسيون، قدمناها للمونت. شو il a participé au livre La légende de Carthage عنده فيها باي هو. نوتر امي بن علي بتاع 99 عنده فيه باي. 96 silence tunisien عنده فيه باي. Il était uniquement obsédé par la présidence. من 96 عنده une obsession. هذيك هي. وانا توا والله نخمم عليه هنا. نخمم عليه au nom de notre amitié passée. Quel sera son avenir؟ خاطر باش يخرج منها. انت تعتبر لي انتم اللي وصلتوا له صوته كاعلاميين سليم بقا؟ انا جريده كانت نتاعو وي. عندك لوداس والجزيره ملكه واش بحثوا كلها اللي هي. انا جو ني با باريي سور لوي. هو شنو هو في صحبتي انا مثلا مع صحبتي وفي علاقتنا مع حمد بن نور يجينا ويتعشى عنا وكل شيء ونفرحوا به. هو يسخايل اللي اون ا باريي سور لوي. Il n'a pas compris le sens de l'amitié. هو يسخايل احنا معناها اون فا تيغي بروفي. ما فهمش شنو معناها لا ناتور نتاع الصحبه. إسرائيل والله اللي هو c'est le destin national وإحنا on parie sur ce cheval gagnant alors qu'il a tout faux. On n'a pas parié sur lui. إنسان مضطهد وقفنا معاه كمضطهدين وكهو وقلنا ايش بيه عنده حقه سي ليجيتيم يحب يقدم روحه سي ليجيتيم. اما قداش مرة قال يدخل معايا في CPR قلت له لا. قداش مرة حكى لي على حاجات كيما هكا قلت له لا. جو سوري لو غارديان دي تومب في داري قلت له في داري وبضحك وهذاك هاو كسار شوف لو ديستان في داري. درا شنو اللي قال لي يا اخي؟ قلت له نحاربك. قلت له تولي رئيس تغلط جو تو كريتيك ونحاربك. اش قال؟ قلت له ضحك نضحكوا قاعدين نفدلكوا. ايبا هاو لافونير جابها بالحق. كيفاش كانت علاقتكم بعد ما ولا رئيس؟ ما عنديش علاقه معاه بعد ما ولا رئيس. ما عنديش. قابلته مرة عمل تليفون هو لمرتي قال لها نحب نشوفك نعدي الويكاند في سوسة. قابلتوش أنا في القصر قال لي جاني ما مشيتلوش. عمل تليفون ولا مرتي عملت تليفون جو سي با نسيت الحكاية الديتاي ولا بعث لها ميل قال لها جو باس لو ويكاند سوس في داري نتاع سوسة. نجمش je souhaiterais te rencontrer et de préférence avec Slim. كاو ما حبيتش نمشي انا. بون ما جيت خضعت بعد ومشيت. حلت مرته الباب فرح بيا قال لي تي مو بود وما نعرفش شنو. قلت له نو جو تو بود با. قال لي يجي القصر ونوريك ليكيب ودرا شنو. اي سا سي جامي في. هذيك هي علاقتنا من بعد الثوره. ما عندناش علاقه بالكل. متغش ياسر سليم بقا. تعتبر كنتوا صحاب مليح؟ علي صاير لي بيان سور. تتصور انت معناها خالد بن مبارك اللي انا كنت اعطيه الاديتوريال. انا ما نكتبش الاديتوريال بتاعي سلمت فيه في باريس. تو رجعت ساعه نكتب ما نكتبش. سلمت فيه نعطيه لسيان بن سدرين ولا خالد بن مبارك ولا منصف المرزوقي. هذا اللي يكتبوا الاديتوريال. ما عادش نكتب انا لاهي بالاخبار. وقت يكلموها لو توقيفتي في الحبس يكلموا خالد بن مبارك في القصر من العائله. كلموا خالد بن مبارك في القصر قال لهم شوفوا المنصف يعني ما ينجمش يعمل حاجه سليم دخل في الحبس وكل شيء. قال المنصف والله قاعد في اون فاكونس في القصر نتاع الحمامات. هو في القصر نتاع الحمامات اون فاكونس. يا اخي شفت هو اش عامل فينا سليم. هذا الراجل نتاع حقوق الانسان نتاع CDT عطوا كونسيي في القصر عطوا في اليونسكو كونسيي في القصر وعطيه الاديتوريال تاعي. يا اخي شفت اش عامل فينا سليم. تجي العائله باش تكلمك تقول له شفت اش عامل فينا سليم. علاش تحبني ما نغضبش؟ وقت اللي شفت اللي مصطفى بن جعفر مثلا يعمل في تليفونات ومتحير وينشد ويشوف قضاش صار وش ما صارش ومتحير وكل شيء. الاخر قال لك شفت اش عامل فينا سليم. واضح. واليوم القضيه نتاعك شنو وين وصلت؟ عام و4 اشهر. عام و4 اشهر عملنا استئناف ونشوفوا. واضح. شكرا ليك سليم بقا الصحفي مؤسس جريده لوداس على حضورك معنا اليوم في استوديو الشمس. يعطيك الصحه. مرحبا بك. ميرسي بوكو. شمس FM بودكاست.